اخوان السلام عليكم من مدينه سلا. اليوم غادي تشوفوا معنا عمليه الهدم ديال اقدم دوار في مدينه سلا، عنق الجمل اللي كانوا عطاوهم واحد المهله ديال 4 ايام، اللي هو هذا تشوفوا قدامنا راه هو حنا غاديين ليه ان شاء الله، اللي تا هو دخل في المشروع ديال ضفه نار ابي رقراق اللي جا مشى تيطلع على نار ابي رقراق، هو نار ابي رقراق هو هذا اللي حدانا على اليمين ديالنا. وكي تشوفوا قدامنا هذا هو عنق الجمل اللي دابا تيتم عمليه الهدم ديالو، اللي تقريبا فيه واحد 800 منزل، واحد 3500 اسره اللي عايشه فيه، وكانوا عطاوهم 4 ايام والناس ما خداوش داكشي بمحمل الجد. كان تيقولوا راه ما يمكنش ب 4 ايام غادي يجيو يهدموا لينا، واليوم الصباح صبحوا تيهدموا. كي غادي ندخلوا تشوفوا قدامنا عمليه الهدم على المباشر، اللي هو الصراحه الموقع اللي جا فيه موقع زوين، ولكن البلاصه اللي مبني فيها بلاصه صعيبه، لان جا مبني في واحد الجبل على واحد الهضبه. نتوما كي غادي تشوفوا قدامنا مبني على واحد الجبل، يعني صعيب صعيب العيش فيه، وكاين الخطر الصراحه، كاين الخطر ماشي الا كانت الشتا وداكشي صعيب بالنسبه للساكنه تيتعذبوا هنايا. ولاني واخا كانت الساكنه ما بغاش تخوي، بغا المولفين ديالهم صراحه، وجاو هادشي على غفله والمدرسه لان راه ما تعطوش على واحد الحي ولا واحد 100 الناس، ولا راه هنا كاينه واحد ما يقارب واحد 4000 اسره بوليداتهم بكل شيء. بزاف الناس كاين هنا، لان هنا راه بحال قلتي واحد القبيله قديمه وكبيره بزاف. انا نوريكم دابا هكا من هنا قبل ما نوصلوا لعمليه الهدم، راه هما تما تيهدموا. غنشوفوا الدوار هكا باش تعرفوا على الشكل ديالو، راه كبير بزاف. راه واخا تيبان من هنايا بان ما تيبانوش المباني بزاف، راه ملي غنطلع للفوق راه كاين الديور مور هادشي اللي نوجه في الجبل ما تيبانوش. ملي دزتي على الشانطي على الطريق غيبان لك غير واحد 100 دار ولا شي حاجه بحال هكا. ولكن هما راه المنازل كاينين لداخل، وكاين ازقه، وكاين عندهم الماء، عندهم الضوء، عندهم الواد الحار. المهم احنا دابا غنطلعوا نشوفوا عمليه الهدم كي دايره، ومن بعد غادي ندخلوا لداخل ونشوفوا الشكل كيفاش داير. تشوفوا الاخوان هنا راه كانوا عشرات المنازل هاد الصباح، تشوفوا الحوايج ديال الناس وكل شيء في واحد الحاله ما نقولش لكم والله كل شيء مرون، لان جاو ماشي على غفله. لان لقاو واحد المشكل كبير في الكرا، لان الصراحه دابا هما جاو ماشي على غفله، وهما بزاف. راه قلت لك واحد 3000 ولا 4000 عائله كاينه هنايا بوليداتهم بكل شيء، وكل شيء ولا تيقلب على الكرا دقه وحده. والساكنه اللي دايرين بهم، لانهم الديور اللي دايرين حتى كاين واحد الحي فوقهم، من الاحياء فوقهم ملي سمعوا بان هاد الناس باغيين يكريو، بان هاد الشيء هاد العمليه الهدم اللي عندهم وهاد المشكل، الثمن ديال الكرا ارتفع بزاف ولا صعيب باش تكري. لان دابا هاد الناس هادو اللي مساكن هادو اللي دابا تيريبوا ليهم، كاين وليداتهم تيقراو هنايا وهما خدامين هنا، ما بغاوش يبعدوا، ما بغاوش يقلبوا في مناطق بعيده يكريو فيها، لان مرتبطين بهذه المنطقه، خدامين هنا قريبين ليها، لان جات حدا برج محمد السادس. كاين بزاف هنا خدام في البروجي ديال نهر ابي رقراق، في البروجي هذا اللي كاين ديال برج محمد السادس والمسرح الملكي، والبروجي على ضفه نهر ابي رقراق. بزاف الناس خدامين هنايا ساكنين هنا، خدامين في هذا البروجي، ما يمكنش لهم يبعدوا، وعندهم وليداتهم تيقراو هنا في المدارس ومرتبطين بهاد البلاصه، يعني بغاو يكريو في شي بلاصه اللي قريبه هنا، وهنا اللي قريب ليهم هما سيله الجديده القريه. هاد المناطق دابا ملي تيمشيو يقلبوا على الكرا لقاو الكرا غالي، وكاع الساكن اللي سولتيه هنا هذا هو المشكل الكبير اللي لقاه، هو ان الكرا لقاوه غالي. هذا هو الصراحه الاشكال اللي كاين الكبير اللي عندهم. اما هما راه تم التعويض ديالهم بشقق بقع ارضيه في بوق نادل، هو داكشي خاصو راك خاصو شويه د الوقت. دابا المشكل عندهم هو في الكرا، دابا راه شفتوا حويجاتهم حاطينهم، راه الله الروينه شنو. هنا تنشوفوا هاد الساكنه راه مساكن، راه ما عندهمش، تشوفوا راه هما دابا الدراري ديالهم وكلشي راه خدامين في هادشي ديال الميتيريال التراك، تيبقاو يجمعوا داك البقايا ديال الحديد ديال البني وتيعاودوا يبيعوها هنايا الكيلو معروف هكا. ملي تيبداو يريبوا تيبداو يجمعوا هادشي اللي باقي ديال الحديد، كاينين هنايا تيجيو داك تيبداو يعبروا هاد الحديد، تيعبروا عليه ممكن ب 3 دراهم للكيلو. وهما مساكن راه كانت دار ولا تيجمعوا دابا الحديد، والله راه واحد الروينه. راه شي يعني
ان شاء الله غادي يكون لهم خير وغادي يبدلوا العتبه بما احسن وغادي يديروا ديك البلاصه. هي هو المشكل كاين في الاول دابا في الكرا باش يلقاو فين يكريو يلقاو فين يستقروا ويدخلوا وليداتهم للمدرسه، ومن بعد غادي يحل الله ان شاء الله غادي يكون غير خير. كيف ما ديما قريت غادي يريبوا لهم وعوضوا لهم واستقروا ولاو مزيان، ان شاء الله غادي كلشي غيدوز وغادي يوليو والله تا هما مزيان. غادي يطلعوا للفوق باش نتعرفوا على الدوار اكثر، باش لان هذه اللحظات الاخيره ديالو ما بقاش ليه بزاف صافي غادي يتمحى ما غيبقاش يبان لك هنايا. غنطلعوا للفوق باش ناخذوا فكره قداش هاد الدوار وكيفاش المبني داير فيه. عندنا هاد السيد اللي واقيلا حتى هو غيتم الهدم ديالو. عبارة على قبر سيدي محمد بن العربي 1830 هجرية. هذا باين تا هو غيتم الهدم ديالو لان جا حدا هادوك الديور. وكي تشوفوا هنايا حنا دابا راه الفوق فوق هاد الجبل راه المباني كاين اللي تما لتحت وكاين في الجنبات ديالهم. غادي نحاولوا ندخلوا وسط هاد الاحياء هادي واحد شويه، واخا ناخذ واحد الصوره كيدايرين هاد الاحياء من الوسط لان الناس مرونه تيجمعوا حوايجهم مخرجين الماعن ديالهم الثلالج راه شي الديور كانوا مفرشين هنايا. راه اش غنقول داكشي غير تيخرجوه شي تيديوه شي تيبيعوه. كي تشوفوا هنا هاد الازقه صغيورين يعني هو كاين الخطر يعني ماشي شي بني اللي خاصو يبقى خاصو يحيدو خاص يريبو ان شاء الله، ولكن كان خاصهم غير شويه د الوقت باش يحولوا حويجاتهم على خاطرهم وداكشي. وغادي ننتقل للجهه الاخرى باش غيبان لكم الدوار كامل باش تعرفوا شحال الحجم ديالو راه كبير بزاف. وجا في موقع زوين، جا وسط الجبال وتيطلع على نهر ابي رقراق وقريب لبرج محمد السادس قريب للوتوروس قريب للطريق. راه موقع زوين ديالو كي غنطلع عليه من الجهه الاخرى كي غتشوفوا من هنا كي تيبان لكم هذا هو عنق الجمل. شوف الدوار تبارك الله قداش راه قاعد راه هنايا راه عندنا واحد اقل حاجات واحد 800 دار كاينه هنايا. راه برج محمد السادس راه قريب ليه. تنعرفوا هاد المنطقه هادي تعرف مشاريع كبار وكبار بزاف، ما يمكنش المباني بحال هكا غيبقى وحدها، ولكن كان خاصهم غير شويه د الوقت باش يرحلوا شويه عليهم. وهنا غنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. تنشكروا اي واحد تفرج فينا من الاول حتى الاخر، واللي مازال ما اشتركش في القناه مرحبا به، واللي عنده شي سؤال راه التعاليق كاينين راه تنجاوب على جميع التعاليق. والسلام عليكم.